الخير واهلا بيكم حلقه جديده من مباشر لمصر اليوم الاربعاء. معاكم عبير ابو طالب وداليا فرج، بنحييكم وكل اسره الاستوديو بتقول لكم رمضان كريم. ازيك يا داليا؟ ازيك يا عبير؟ عامله ايه؟ وقلنا هنفضل طول رمضان نقول رمضان كريم، وان شاء الله خلاص كلها اسبوعين ونحتفل ان شاء الله بقدوم العيد باذن الله. ما زالت عندنا يعني الشيء السائد دلوقتي والترقب اللي احنا كلنا مستنيينه لحظه بلحظه، الحكومه الجديده. طبعا. فالاخبار كل شويه داخلين على كل الاخبار العاجله في كل المواقع، وبندور ايه الجديد، مين المرشح، مين. بس في حاجات كتير فيها تكهنات، وفي حاجات فيها تعتيم وتكتم تام. إن غدا لناظره قريب. بالظبط كده، بالظبط. بس احنا عندنا حاجه مهمه جدا عايزين نفتحنا، كنا فتحناها الاسبوع اللي فات. محمد صديقنا اللي كلمنا وكان والده في المستشفيات رفضت ان هي تستقبله، وفي الاخر مستشفى القوات المسلحه استقبلته. ايه اللي حصل بقى يا عبير عشان انت تابعتي؟ بصي طبعا هو الاول شكرا للمستشفى القوات المسلحه المعادي ان هي استقبلته واسعفته، وكان المفروض ان هو يجري قسطره استكشافيه. كانت التكاليف كلها تقريبا 7000 جنيه. للاسف محمد ما قدرش يدفع لوالده محمود احمد ابراهيم هذه التكاليف ولجأ الى برنامجنا. احنا حاولنا مع طبعا كافه الجهات المعنيه، وحولنا الطلب لاداره الشؤون المعنويه بالقوات المسلحه اللي حولته لامانه وزاره الدفاع، ومحمد راح قدم طلب رسمي بتحمل نفقات والده في داخل القوات المسلحه. لكن للاسف باتصال مع محمد لسه حالا قبل البرنامج تم طرد حاج محمد ولم يتم عمل اي شيء له. لا ده دلوقتي حالا، لان كنت لسه بتكلميني دلوقتي وبتقولي ان الموضوع كان ماشي لغايه الصبح كويس جدا. للاسف واتطرد. يعني المستشفى يعني كتبت له خروج ولم يستكمل العلاج. مع العلم ان كان في مبادرات من رجل اعمال كان على استعداد لتحمل نصف التكلفه، بحيث ان احنا ندور على رجل اعمال تاني يكمل النفقات، وبالفعل كان على استعداد ان هو يدفع ده يوم السبت الماضي. ولكن لما اداره الشؤون المعنويه اعلنت ان هي يعني بصدد تحويل الامر للامانه، وان الامانه هتبقى سعيده جدا ان هي تلبي طلب مواطن يعني غلبان فعلا وما عندوش القدره لتحمل نفقات والده، احنا اوقفنا التعامل مع رجل الاعمال. فللاسف انا مش عارفه اقول ايه. للاسف يعني بصي احنا برضو انا بناشد يعني لو حد سمعنا من اداره الشؤون المعنويه لو حد سمعنا ورئيس فرع الاعلام يعني اذا سمحتوا مدونا بالمعلومات وقولوا لنا اداره الامانه العامه بوزاره الدفاع في هذا الطلب هل رفضت ام الى الان الطلب يعني تحت النظر او يدرس، لان دي حاله انسانيه. وحتى لو يدرس نخرجه وبعدين ندرس ولا نخليه موجود العتاب يعني العتاب مش عارفه. يعني هو طبعا اداره القوات المسلحه اللي طبعا يعني زي ما بنقول مستشفى القوات المسلحه بالمعادي يعني كانت يعني قلبها رحيم واستقبلت الحاله، فاستكمال علاج الحاله على نفقه القوات المسلحه ما كانش امر مبالغ فيه. المبلغ كله يا جماعه لا يتعدى 20,000 جنيه، دي حياه موت. فنأمل ان حد يتحرك ويتم النظر لهذا الطلب، لان اولا احنا يعني كتلفزيون شعب نقلنا، يعني احنا عملنا اللي علينا وحاولنا نبقى جسر ووصلة همز ما بين المريض والقوات المسلحه المصريه. طيب ده موضوع يا رب قبل ما تنتهي الحلقه يكون في الشهر الكريم يعني يا رب يكون في اي استجابه. الحاجه الثانيه ان اهالي فيصل، هو مش اهالي فيصل بس، الحقيقه هو كل مصر بتشتكي من انقطاع التيار الكهربائي، لكن الحقيقه منطقه المطبعه في فيصل لغايه نهايه شارع فيصل انقطع التيار الكهربائي من 9 صباحا ورجع الساعه 6 مساء. بس انا سمعت كمان يعني دي اقل من 12 ساعه، انا سمعت ان في ناس كانوا 11 ساعه، فيعني كل حاجه باظت كل حاجه باظت. انت طبعا اوضحتي المره اللي فاتت واحنا قلنا ان مساله الكهرباء دي يعني مفروض ان هي ما تسكتش عليها، والغريبه ان كل ما يعني تسمع تصريح من المسؤولين يقول لك مع تعيين الوزير الجديد كل حاجه هتتحل. طب ما دام في ايديكم تحلوا، يعني مستنيين الوزير عشان تحلوا؟
طبعا هو يعني انا يعني الحاجات الموجوده في البيت، الثلاجات اللي عارفه، يعني انا قصدي كده انه الحاجات اللي باظت دي، المرضى يعني في حاجات يعني كتير طبعا، يعني ممكن انها انقطاع التيار الكهربائي يخليها ان هي تبوظ في يعني فطبعا في اخبار كتير يعني كمان اعتقد كمان كان في تظاهره لخريجي الثانويه العامه وطلاب الثانويه العامه امام مشبيرو، بس احنا ما شفناهاش. يعني هو ده مكتوب، ممكن تكون كانت الصبح ربما بس يعني احنا ما شفناش حاجه زي كده. لكن نقلا عن اليوم السابع كان هناك تظاهره امام مشبيرو، لكن احنا للاسف ما فيش قدام مشبيرو اي تظاهره الان. طيب. ممكن تكون كانت الصبح طبعا لارتفاع الحد الادنى للقبول بكليات، وفي دلوقتي طبعا يعني زي ما يعني الصحف بتقول انذار موجه لدكتور محمد مرسي للبحث في هذا الامر، نقلا عن اليوم السابع. طيب احنا هنبتدي كالعاده بالاخبار. طبعا هيكون معانا الاستاذ خالد ميري، نائب رئيس تحرير جريده الاخبار ورئيس القسم القضائي. طب بعد قبل ما نبتدي في الاخبار، ان احنا نهني طبعا المنتخب الوطني طبعا لكره القدم لصعوده لدور الثمانيه طبعا في اولمبياد لندن 2012، وكمان بنهني طبعا الفارس علاء السيد ابو القاسم لحصوله على ميداليه الفضيه، وهي الميداليه الاولى لمصر في هذه الاولمبياد، ويا رب حاجه تفرح بقى يا رب. يا ريت يا ريت يا ريت. بعد الاخبار هيكون عندك الصالون النهارده طبعا عن الاحداث اللي احنا بنمر بيها، او الحدث الرئيسي وهو التشكيل الوزاري اللي المفروض ان احنا زي ما قلنا على الصبح ان شاء الله هيقوموا بحلف اليمين، فيا رب يعني لعله خير ان شاء الله. ده هيكون موضوع المناقشه النهارده في الصالون مع بيها طبعا اكيد، وخاصه مع طبعا زي ما نقول التكتم على بعض الوزارات. الان ابتدى يبقى في نوع من يعني ايضاح للرؤيه شويه من خلال مكاتب الوزارات. في اشاعات وزاره الاعلام احنا الى الان لا نعلم اي شيء عنها، وزاره الخارجيه باقي، وزاره الدفاع يقال انه المشير طنطاوي. هنتكلم اكتر مع الضيوف، ولكن اسمحوا لي ان انا اقدم مناشده لكل المجتمع الاسلامي، مؤسسات المجتمع الاسلامي، مؤسسات الحقوقيه للانسان. اللي بيحصل في بورما يا جماعه يعني مذبحه، لا يعني زي ما بقول لا تغتفر، يعني لا تغتفر لاي انسان، سواء مسلم قبطي مسيحي بوذي، اي انسان. يعني الانسان مش معقول ياكل لحم اخيه الانسان. اللي احنا شايفينه صعب قوي، ولازم يعني كل المجتمع العالمي يتحرك لانقاذ الناس من هذه المذابح. نبتدي بقى نروح الفاصل اللي معانا ايه يا عبير؟ المفروض الفاصل ده هيبقى فيه ابتهاج حلو قوي، نشوف يعني مع بعض كده الاحداث عندنا تفرح اللي ما شافهاش نشوف الاحداث وطبعا لفريقنا طبعا في اولمبياد لندن 2012، ونهنيهم وان شاء الله يعني يحققوا لنا مزيد من الانجازات يا رب، ونقول يا رب يا رب يا رب ان شاء الله.